الإنترنت المظلم مجرد ما تسمع اسمه رح تتساءل كثير عنه، وبعض الناس حتخاف منه. هل فكرت يوم من الأيام إيش اللي بيصير بهي الزاوية الخفية من الإنترنت؟ هل هي خرافات ولا عالم حقيقي مليان بالأسرار؟ بهذا الفيديو رح نكشف شو هو الإنترنت المظلم، كيف يختلف عن الإنترنت العادي، وليش بعض الناس يستخدموه. لكن قبل ما نبدأ ملاحظة مهمة جدا، هذا الفيديو للتوعية فقط، ما رح شجع أو اشرح أي نشاط غير قانوني. الهدف هو تسليط الضوء على هذا الجانب الغامض يلي شوي من الناس بيعرفوا عنه. مستعدين؟ خلونا نبدأ. مرحبا يا اخوان، كيف حالكم؟ وجدتكم اليوم بفيديو جديد. انا شام وبقدم على اليوتيوب اي موضوع ممكن يخطر على بالك، فاذا حبك المحتوى فبتمنى انك تشترك في القناة لدعم المحتوى العلمي التعليمي. بدون مقدمات طويلة خلنا نفوت بالفيديو. الإنترنت المظلم هو جزء مخفي من الإنترنت، ما بيظهر فيه محركات البحث مثل جوجل أو بينج، ومحتواه ما بتستطيع إنك توصله بسهولة. طيب إذا حكينا عن الإنترنت بشكل عام فرح نذكر 3 طبقات للإنترنت. أولها الإنترنت السطحي، الطبقة اللي أكبر منها الديب ويب، والطبقة الأخيرة والخطيرة الدارك ويب. خلنا نعطي مثال يعني على كل واحدة. الإنترنت السطحي أو اللي بنسميه سيرفيس ويب، هذا اللي بتستخدموه بشكل يومي مثل مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعية واليوتيوب إلى آخره. يعني الطبقة الثانية اللي هي الديب ويب هو جزء أكثر بكثير من الإنترنت السطحي. هذا الجزء بيحتوي على معلومات مشفرة وخاصة، مثل يعني قواعد بيانات المستشفيات أو معلومات البنوك، وحتى كمان الرسائل الخاصة للبريد الإلكتروني. بمعنى يعني انه هو قانوني لكن خاص، يعني ما بتستطيع انك تطلع عليه لكنه قانوني. واخيرا الى الدارك ويب. الدارك ويب هو جزء صغير من الديب ويب، وهذا هو المكان اللي بتصير فيه الانشطة المجهولة والمخفية ايضا باستخدام ادوات معينة مثل اداة تور. هون بيكون المحتوى مشفر بالكامل ولا يمكن انك توصله الا بطرق خاصة. المثير بالموضوع انه رغم سمعة الدارك ويب السيئة الا انه مو كل شيء فيه غير قانوني. طيب كيف؟ لانه في ناس بيستخدموه لحماية الخصوصية او التواصل بدول معينة فيها رقابة مشددة. يعني الانترنت المظلم جزء غامض من الشبكة. لازم تفهموا انه كل ما هو فيه مش لازم يكون جريمة، لكن كمان غير امن للجميع. طيب ايش الفرق بين الانترنت العادي والانترنت المظلم؟ حتى نفهم ما بينهم لازم نبدأ من الأساس. الإنترنت العادي اللي نسميه السطحي مليان محتوى لكنها متاحة للجميع مثل ما ذكرنا، بينما الإنترنت المظلم فيه محتوى مخفي واللي ممكن تتراوح بين أنشطة قانونية مثل حماية الخصوصية لأنشطة غير قانونية مثل التجارة بالمخدرات والأسلحة، يعني يتم استخدامه لمكافحة هي الأشياء العاطلة. بالتالي الإنترنت العادي السطحي هو الوجه العام للشبكة، والمظلم هو المجهول اللي يحاول الهروب من الرقابة والقوانين. طيب خلينا نروح للنقطة الثانية اللي هي كيف يتم الدخول له. الدخول للإنترنت المظلم مش مثل باقي دخول أي متصفح. هون بيجي دور متصفحات خاصة وأشهرها تور، وكلمة تور تم تصميمه من الأساس لحماية الخصوصية وتشفير الملفات. فكرته انك تمرر اتصالك عبر عدة خوادم، وهي الخوادم مشفرة حول العالم بحيث يتم اخفاء عنوانك الحقيقي وحتصير هويتك مجهولة بالكامل. الميزة الرئيسية في تور انه بيسمح لك الدخول لمواقع الانترنت المظلم يلي عادة بتكون العناوين فيها بتنتهي ب1. هي العناوين ما بتقدر تستخدمها على اي متصفح ثاني، يعني كيف جوجل اخر كل رابط فيه .com، لكن متصفح تور آخره عنوان. والسبب بهذا الشيء انه هاي العناوين مش مفهرسة ومحتواها مخفي عن الشبكات العادية. لكن ورغم انه تور بيستخدموا البعض لأغراض قانونية مثل تجاوز الرقابة في الدول اللي فيها حرية الانترنت محدودة، الا انه بنفس الوقت صار أداة للوصول لمحتوى ونشاطات غير قانونية بهذا الانترنت المظلم. مهم جدا اني اوضح لكم انه متصفح تور بالاساس استخدامه غير قانوني، لكن الامور بتعتمد على كيف تستخدمه. إذا دخلت لأمور توعوية أو لحماية خصوصيتك فهون يعني الأمور بتكون طبيعية، أما إذا استخدمته في أمور مخالفة فأنت هون حتواجه مشاكل قانونية كبيرة. طيب فكرة الإخفاء والتشفير هي الأساس باللي بيعتمد عليها الإنترنت المظلم. لما تستخدم الإنترنت العادي كل شيء تقريبا بتعمله مكشوف، عنوان الاي دي الخاص بجهازك، موقعك الجغرافي، وحتى المواقع اللي بتزورها. طبعا شركات الإنترنت ومحركات البحث مثل جوجل تجمع كل هاي المعلومات
معلومات عنك وبتستخدمها لعدة أغراض. وهذا الشيء كله لساتنا بالإنترنت العادي المتصفح اللي بتستخدمه يوميا، لسه ما فتنا بالمظلم الإنترنت المظلم. فالموضوع مختلف كليا بسبب الاعتماد على التشفير والإخفاء. التشفير يعني إنه كل البيانات اللي بترسلها وبتستقبلها بيتم تحويلها لرموز غير مفهومة، ما بيستطيع أي أحد قراءتها إلا من قبل الأطراف المصرح لهم. أما الإخفاء فبتعلق بإخفاء الهوية أو الموقع نفسه. طيب لما الواحد يستخدم متصفح مثل متصفح تور، اتصاله بتنقل عبر شبكة عالمية من الخوادم المجهولة. بدل ما يبين عنوانه الحقيقي بيتم توليد عنوان مؤقت، وهذا العنوان بيتبدل كل مرة. وهذا الشيء بيخلي تعقب نشاط هذا المستخدم أو معرفة مكانه شبه مستحيل. حتى المواقع جميعا بالإنترنت المظلم تشتغل بنفس هاي الطريقة، عنوان مخفي وما في أي طريقة لمعرفة مين يدير الموقع أو مكانه الجغرافي إلا إذا كان غبي وارتكب خطأ تقني. هاي الفكرة اللي بتخلي الإنترنت المظلم مكان آمن لبعض الناشطين والصحفيين، لكنها بنفس الوقت تجذب أنشطة غير قانونية بسبب صعوبة تتبعها. طيب خلينا نروح للنقطة الثالثة اللي معنا. أبرز الأنشطة بالإنترنت المظلم: الأولى التجارة الغير قانونية مثل المخدرات والأسلحة. التجارة الغير قانونية هي واحدة من أبرز الأنشطة اللي بتصير بالإنترنت المظلم. هذا العالم الغامض تحول لسوق ضخم للمخدرات والأسلحة، وهذا الشيء كله يعود إلى التشفير والإخفاء التام اللي بيمنع تعقب الأطراف المشاركة بهذا الشيء. بالإنترنت المظلم فيه منصات بتشبه المتاجر الإلكترونية اللي بنشوفها بالإنترنت العادي، لكنها مخصصة لتجارات غير قانونية. أشهر مثال كان موقع سيلك رود اللي بدأ كمنصة لبيع المخدرات بأنواعها المختلفة، وطبعا تم إغلاقه من قبل السلطات بعد تحقيقات ضخمة جدا. أما بالنسبة للأسلحة فالإقبال عليها نوعا ما أقل من المخدرات، لكنها موجودة وبتنباع في مواقع بتعرض أنواع مختلفة من الأسلحة النارية وحتى أيضا المتفجرات، وبتم عمليات البيع بشكل سري جدا. التواصل مع البائع والمشتري بيكون مشفر تماما، وعمليات الدفع بالعادة بتتم باستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين لأنها بتوفر مستوى إضافي من الخصوصية. لكن هي التجارة مو خالية من المخاطر. في كثير من الدول السلطات بتراقب الإنترنت المظلم بشكل مكثف جدا، وتمكنت من إغلاق عدة مواقع كبيرة، وقبضوا كمان على كثير من المجرمين منهم. بالإضافة على أنه الإنترنت المظلم مش خالي من المخاطر لأنه ما فيه ضمانات، وغالبا بيكون المشتري معرض للنصب أو للتهديد. بالرغم على أنه الإنترنت المظلم يعتبر ملجأ للتجارة الغير قانونية، إلا أنه مش آمن لا للبائع ولا للمشتري، ومعظم الأنشطة فيه تحت رقابة شديدة جدا من الحكومات. طيب الجرائم الإلكترونية، الهاكرز والبيانات المسروقة. الجرائم الإلكترونية هي واحدة من أخطر الأنشطة اللي بتزدهر بالإنترنت المظلم، وبيكون لها تأثير كبير على الأفراد والشركات وحتى الدول. من أبرز هاي الجرائم الاختراق الإلكتروني أو ما يسمى بالهاكينج بالإنترنت المظلم. في منتديات خاصة للهكر المحترفين والمبتدئين بيتم فيها مشاركة بعض الأدوات وتقنيات للاختراق، سواء لاختراق حسابات بنكية أو مواقع إلكترونية.